نجتمع اللجنة ونقرر النتيجة. اليوم جوان قدم رؤية لمشروع سوليست، لمشروع عازف، وهذه الرؤية شاركت اللجنة إنه استحسانها وأقرت له درجة سنتلوها لاحقا، لكن قبل أن أقول كلمتي الآن أترك الميكروفون للدكتورة أنعام تقول كلمتها بخصوص العرض وبخصوص جوان ورؤيتها لمستقبله، وأيضا ما تتمنى له في المستقبل القريب أن ينجز مشروعه الشخصي والمشروع اللي يأسس منه عازف عود وعازف ساز وعازف له
طعم خاص وله لكنة خاصة في الأداء. هذه اللكنة هي لكنة البيئة اللي ولد فيها والثقافة اللي تربى عليها، وأيضا انفتاحها على ثقافات مختلفة تركية وعربية، ما بين كردي ما بين عربي. هذا كله يثري العازف ويضع في مصاف العازفين الذين ينهلون من أكثر من بئر من هذه الآبار العظيمة اللي يقف عليها الإبداع الإنساني في كل مكان. الدكتورة نعم الآن تقول كلمة. مساء الخير جميعا. وطبعا الكلمة اللي الأستاذ نصير بيسيبنا نقولها دي مش عارفة، يعني أنا بصراحة جاي على أساس إن أنا يعني عضو هيئة تحكيم أو لجنة تحكيم يعني، ولكن أنا نسيت نفسي. أنا قاعدة طبعا، هو أنا حضرت كونسير جميل جدا، وأنا مش عارفة أقول لك إيه، أنا من ضمن المدعوين اللي بهنيك إن أنا استمتعت، ونسيت تماما حكاية إن جاي أقيم. يعني أنت بتهيألي خارج الموضوع ده يعني. أنا سعدت جدا كأني معزومة في حفلة كونسير جميل جدا، وبصمات طبعا الأستاذ نصير، لأن حضرت الأستاذ نصير كتير طبعا، واضحة جدا عليه، وأنت شارب العملية، ولكن برضو ليه هو بصمة. طبعا ربنا بيحط في كل إنسان حلاوة معينة أو اختلاف معين. دي الحاجة اللي أنا لاحظتها وبهنيه عليها. وكمان أعتقد إن هو عنده خلفيات وثقافات، يعني هو مثقف نفسه كويس قوي، وفي ثقافة موسيقية عنده يعني. وشكرا لي وشكرا يعني للجميع. الفنان المايسترو أمير عبد المجيد. السلام عليكم. مش هعرف اضيف حاجه على الكلام اللي قالته الدكتوره، انما انا كان طول ما هو قاعد بيعزف نفسي اعرف هو بيعزف بقاله قد ايه، هل فعلا بقاله بيعزف سنتين؟ واتاكدت من الاستاذ نصير من المعلومه دي. فعلا لو حقيقه ده المجهود اللي انت عامله ده مجهود سنتين، فانا اهنيك تهنئه شخصيه مني انا، لان انا راجل محترف ماليش دعوه بالناس. عازف من النوع الممتاز ده فيما يخصك انت، ربنا يوفقك ان شاء الله، ونشوف من ورا منك جيل كويس من تحت ايدك زي ما انت طلعت من تحت ايد راجل عظيم زي نصير شامل. الحقيقه يعني احييك، لان انت انا دايما بقول عنك سايب بلدك وقاعد عندنا هنا. مش هقعد اقول كلام زواق ان اهلا بيك في بلدك التاني وبتاع، والكلام اللي بيقعدوا يقولوه الكلام ده ملوش لازمه، انما انت عامل مجهود يا استاذ تشكر عليه. وانا كنت متخيل انه المجهود ده بس يخص آلة العود، انما فرحت جدا بعلي اللي شفته بيلعب قانون النهارده. واحب ان انت تغير تسميه مكانك من بيت العود لانه تعمله معهد خاص، لان انا دايما بنادي بانه لما يكون في واحد محترف وعازف ربنا موسيقى اداله موهبه زيك كده، يقدر يطلع من تحت ايده تلامذه في اي نوع من انواع الالات ويتخصص. يعني ايه يخرج عازف سوليست؟ برافو عليك، احسنت. واحنا تحت امرك، انا عن نفسي انا تحت امرك في اي حاجه انت تحتاجها مني. احسنت. شكرا.